الدوحه، ان شاء الله الان خطوه جديده للدمام بعد دمام للفيتنام للوصول للفيتنام. طيب من وضع المعسكر بشكل عام. مثل ما شفت اداء اللاعبين يلخص كل اللي حصل في معسكر الدوحه، يعني اداء اللاعبين في الملعب يحدثك عن الفارق ما بين مباراه اوزباكستان. طبيعي البعض للاسف يعني يستهين بفوزنا في المباراه السابقه، واليوم لاعبنا فريق الشباب للمرخيه. الحمد لله. المطلوب نحن ما نقرش الفرق المنافسه، عاده المدرب يحاول قدر المستطاع يجعل فريقه قوي، بعدين المنافس من يكون ما مش المشكله يعني. فنحن طمنا معنا لاعبين ممتازين، معنا دكه بدلاء افضل من البطوله العربيه كانت، يعني مش نحن ما نقلل بقيمه لاعبين السابقين، بالعكس، لكن نتطور. لكن اللاعبين بالمعسكرات اللي ما حصلها الفريق السابق بدأوا بالفعل ملامح منتخب قادم بقوه باذن الله تعالى في البطوله الاسيويه. انا فيك يا كابتن الرغبه بالفوز، هذا طبعا اكيد في البني ادم، لكن في فئه الناشئين والشباب دائما انت تبحث انك انت توصل لاعبين ممتازين للمنتخب الاول، وهذا انا نلاحظه. لمسه اللاعبين حلوه وممتازه في ارضيه الملعب، تنفيذ تعليماتك كان بشكل جيد جدا، وستيب باي ستيب في النهايه خطوه خطوه ان شاء الله انها تحقق الامور المتناغمه. اتمنى لك التوفيق يا كابتن. الله يعطيك العافيه. طبعا المدرب اليمني عكس اي مدرب، يعني كانوا يقولوا المنتخب تدريب البرازيل اصعب مهمه، انا اقول تدريب منتخب اليمن اصعب مهمه في العالم. حطك تحت الضغط. بالفعل ضغط، حتى في المباراه الوديه يعني مطالب بالفوز، يعني المباراه الوديه واذا فزت كثير قال الفريق ضعيف، واذا فزت شوي قال لك ماشي مشكله، بس المباراه الوديه ما صحيح، ما عملت مشان لاجل الفوز فقط. صحيح. لا لمكاسب اخرى. انا ما عندي مشكله اخسر المباراه كلها الوديه واروح تايلاند اكسب، ما عندي مشكله، الفوز انا اشتهي هناك في تايلاند. تحياتي لك اخي محمد، الله يحفظك بالتوفيق ان شاء الله، وفوق راسي يا غالي، الله يحفظك وموفق ان شاء الله. ونهني الشعب اليمني بمناسبه العيد الوطني ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه. عاش مشاركتك كابتن هيثم الاصبحي مساعد المدرب. شوف كيف كابتن هيثم قبل ما نبدا نسولف ذكرياتنا معاك، ان اخر المره الوحيده اهلنا ناشئين كنت تلعب. ما شاء الله عليك، يعني ذكريات طيبه بصراحه. سعداء لك اول شيء تواجدك في الدوحه، وثاني شيء نهنئك طبعا بعياد الوحده. الله يعطيك العافيه، وان شاء الله يعني من تقدم لتقدم. شفنا مباراتين متباينات مع فريقين مختلفين، اليوم مفترضنا اقوى جسمانيا وبدنيا. انت شلون تلخص المعسكر بشكل عام؟ ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في المراحل القادمه. بالنسبه لمعسكر الدوحه، اعتقد الامكانيات المتوفره هنا ما بنلاقيها اكيد في اي مكان اخر. حقيقه يشكروا الاخوان في الاتحاد القطري على توفير هذه الامكانيات، يعني ذللوا لنا بامانه يعني كل الصعوبات. الملاعب متوفره، امكانيات كامله، يعني حقيقه نشكرهم على هذه الاستضافه. بالنسبه للمعسكر، اعتقد انه معسكر الدوحه ناجح 100% الى الان. الاهداف اللي وضعناها مشت بالشكل المطلوب. ممكن المباراه الاولى الناس يقولوا انها كانت دون المستوى، طبعا احنا لعبنا ضد نادي المرخيه وتوقعنا انه يكون مستوى الفريق يكون افضل من هذا، بس التدرج برضه شيء كويس. لعبنا مع فريق في المباراه بدأت انديه، والمرحله القادمه تكون منتخبات السعوديه، فيتنام. نعم. الان المباراه اليوم كان الرتم مختلف، كان الفريق اقوى، طعموهم بلاعبين من الرديف ولاعبين من الشباب. الفريق ظهر بشكل جيد، لعبنا مجموعه من البدلاء، حاولنا نجهز حتى اللاعب البديل بحيث انه اذا احتجنا لاعب من البدلاء يكون بنفس جاهزيه اللاعبين الاساسيين. الفريق يعني طبق الاهداف المطلوبه، الاهداف التكتيكيه. احنا وضعنا اهداف تكتيكيه، واعتقد ان الفريق اليوم خرج بصوره جيده جدا، على العكس ما ظهرنا فيه في مباراه اوزبكستان. كان الفريق لسه ما وصلنا الى المرحله مثل الجاهزيه الكامله. السنه اصلا منتخب قوي، يعني طبعا هذا النقطه انه هو ما اقوى المنتخبات الان في اسيا. شفنا قبل يومين مع الارجنتين منتخب الشباب كيف سوى يعني الافتتاح. نعم، الاتحاد الاوزبكي من اكثر الاتحادات في عمليه التطوير، في عمليه التطوير. مباراه اوزبكستان كانت في مثل ما قلت لك 5 لاعبين دخلوا في التشكيله الاساسيه، وكانت الفتره يعني في صنعاء في البدايه ركزنا على جانب الاختيار اللاعبي، حكايه انه دمجهم في المجموعه ويفهموا التحركات ويبداوا اللاعبين يتفاهموا فيها، اخذت مننا وقت طويل. مباراه اوزبكستان كانت لنا يعني مباراه مفاجئه للاعبين هذول كبدايه لهم. حقيقه الفريق اللاعبين بداوا يدخلوا في منظومه المجموعه. المباراه القادمه اعتقد مباراه المنتخب السعودي. على فكره المنتخب السعودي احنا شفنا له مباراه ضد المنتخب الاوزبكي، المنتخب السعودي تطور كثير. الفتره ما بين لعبهم بطوله غرب اسيا الى الان، المنتخب السعودي تطور بشكل كبير جدا، يعني في الجانب التكتيكي، في الجانب البدني. حقيقه بتكون مباراه عاليه جدا، الفائده كبيره للاعبين. الان بنبدا خلاص بنلعب تقريبا بشبه التشكيله اللي ثابته، يعني خلاص الوقت ضيق. ان شاء الله باذن الله نحن يعني نستفيد من هذه المباراه ويكون اداءنا يعني بالشكل المطلوب ان شاء الله.